صباح الخير. هنعمل 3 وصفات من غير جلوتين. اول وصفة معايا هعمل الكوكيز ده. معايا 4 موزات صغيرين او ثمرتين من الموز كبار، ممكن على فكرة نستبدلهم بالبطاطا. ههرسهم هرس ناعم بالشوكة كده، وهضيف بيضتين. اول بيضة كان فيها صفارين، فالبيضة التانية خدتها صغيرة، يعني ممكن بيضتين كبار. معلقة كبيرة من النسكافيه او القهوة عشان انا عايزاه يبقى كوكيز بطعم القهوة. هقلب القهوة كده او النسكافيه علشان ادوبهم حلو، وبعدين هضيف نص كوباية من العسل، او ممكن تستبدلوها بمعلقتين من سكر دايت. نضيف بقى 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، ونقلب كويس جدا لحد لما الكاكاو يمتزج مع الخليط السائل ده. احنا دلوقتي ما ضفناش لا زيت ولا سمنة ولا زبدة ولا منتجات حليب خالص. دلوقتي بقى هضيف كوبايتين من جوز الهند المبشور، هنضيفهم بالتدريج. يعني اول كوباية هنقلبها كويس جدا، بعد كده هنضيف تاني كوباية لحد ما يتكون معايا خليط بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هنشكله كده بالايس سكوب في صينية تكون مدهونة، لكن لو صينية تيفال مش شرط ندهنها، مش هيلزق يعني في صينية تيفال. انا هشكله بالايس سكوب، وبعد كده هبططه بايديا يبقى على شكل الكوكيز. نشوف شكله دلوقتي، طعمه جميل جدا جدا، هتحبوه. والوصفتين برضو اللي في الاخر الفيديو حلوين، شوفوهم. برضو من غير جلوتين. بشكله كده بالايس سكوب طبعا او بمعلقة عشان يبقى القطع متساوية قد بعضها. هيطلع معايا كمية كبيرة، طعمه رائع، وهيقعد في الفرن على حرارة 180. هياخد تقريبا نص ساعة، وممكن كمان لما يطلع نزينه بخطوط من الشوكولاتة الدارك، او ممكن نزينه حتى يعني نغطيه كله بالدارك تشوكلت لو عايزين. فانا اكتفيت بس بالخطوة دي وما حطيتش شوكولاتة عليه، وطعمه حلو بصراحة من غير حاجة. ممكن على فكرة كمان نستبدل العسل او سكر الدايت بدبس التمر، حلو جدا وجميل، وتشيلوه في الفريزر وتاخدوا منه بالطلب سناك صحي ومغذي. دي كده بالنسبة لأول وصفة. تعالوا مع بعض نشوف بقى تاني وصفة جميلة جدا برضو. استخدم بيضة وهحط عليها نص معلقة صغيرة من القهوة او من النسكافيه زي ما تحبوا، ومعايا ثمرة من البطاطا المشوية هقشرها كده وههرسها مع البيضة هرس ناعم، واقلبهم كويس جدا. زي ما احنا شايفين البطاطا مستوية جدا، ممكن نسلقها، ممكن تكون مسلوقة او مشوية، المهم ان هي تكون مستوية جامد كده، مش عايزاها تبان خالص في البسكوت. بعد كده هضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من الزيت، وربع كوب من الحليب. هنقلبهم كويس وهنمزجهم مع بعض تماما. بعد كده هضيف كوباية من دقيق الذرة، سواء بقى دقيق الذرة الاصفر او دقيق الذرة الابيض، الاتنين ينفعوا، ونص كوباية من الكاكاو الخام. واذا بتحبوا ان انتوا البسكوت يكون مسكر شوية، ممكن تضيفوا معلقتين كبار من العسل النحل او معلقة من السكر الاستيفيا. الخليط بقى بتاع البسكوت مش هيكون تقيل، لان احنا مش هنفرد ولا هنقطع، بيبقى سايب كده زي ما احنا شايفين. هصبه في صينية مدهونة، وهرش عليه مكسرات مجروشة. بعد كده هقطعه بقى بمقطع او بسكينة او بمسطرة. شايفين سهل جدا، يعني ما بياخدش كمان وقت في التسوية، يعني بتحطوه على 180 بيقعد تقريبا تلت ساعة وبيكون استوى، يعني على حسب فرنك من تلت ساعة لنص ساعة، وبيطلع بالشكل الجميل ده. فهنقطعه بيبقى بسكوت طري، بس بيبقى طعمه حلو جدا. ممكن كمان واحنا بنقدمه نحط عليه خطوط من الدارك تشوكلت او من شوكولاتة الدهن اللي هي النوتيلا الصحية، فبيبقى جميل جدا كمان مع فنجان القهوة الصبح،
وانا فطرت بيه مع كوباية من النسكافيه باللبن. كان فطار لذيذ جدا ورائع. اتمنى ان انتوا تجربوه وان شاء الله هيعجبكم. فهي بتبقى كمية كبيرة رغم ان احنا ما استخدمناش غير كوباية من دقيق الذرة بس، ونص كوباية من الكاكاو الخام، وبيضة واحدة. وهكتب لكم كل المقادير. تعالوا بقى نشوف الوصفة التانية، وصفة احلى واحلى، مناسبة جدا لكل انواع الدايت ان شاء الله. بس ايه الاول بوريكم بقى البسكوت، هش جدا وجميل. اتمنى ان انتوا تجربوه. تعالوا بقى نشوف وصفة الكوكيز. هنعملها بكل سهولة. معايا بقى بيضتين، وهضيف عليهم باكت فانيليا، ومعايا ثمرة من البطاطا مسلوقة او مشوية. شايفين بقى الكرملة اللي فيها دي بتديله طعم رهيب. هقلب كده البيض مع البطاطا بالشكل ده. متنسوش اللايك يا بنات. بعد كده هضيف كمان كوباية من جوز الهند المبشور. تمام. ممكن الفانيليا نستبدلها بالقرفة. هضيف ايه تاني؟ هضيف نص كوباية من اللبن البودر. تدي طعم جميل جدا جدا للكوكيز هنا. شايفين؟ هنضيف بقى دلوقتي نص كوباية من اللبن البودرة زي ما قلت لكم، وهنقلب لحد ما تشوفوا الخليط هيكون عامل ازاي. هيكون خليط سهل ان احنا نشكله لكرات من الكوكيز. شوفوا معايا بقى شكل الخليط بيبقى بالشكل ده. تمام. هجيب بقى الصينية بتاعتي، هدهنها زيت، وهشكل الكرات وهزينها بحبات من اللوز، وهدخلها الفرن على حرارة 180. هيقعد تقريبا نص ساعة. سهل التشكيل اهو، بكل سهولة يتشكل. هزينه بقى بحبات من اللوز. لو تلاحظوا انا ما ضفتش ولا عسل ولا سكر، لان اكتفيت بحلاوة البطاطا، بس كان لذيذ جدا ورائع. شوفوا بقى انا الفيديو ده مسجلاه تقريبا من اسبوع، بس طبعا من قلة المتابعين فجاي لي احباط، مش عارفة امنتج ولا ليا نفس يعني انزل الفيديو. فياريت كل اللي يستفيد من الفيديو او من الوصفات يعمل لايك عشان ينتشر بسرعة والناس كلها تشوفه. ده شكل الكوكيز. اتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة دي كمان وتعجبكم. مستنية رأيكم في التعليقات كالعادة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.